هي لياليهم التي يبلغ فيها سيل الأدرينالين الزبال. هي عاداتهم مع بطولة هم أصلا من صمموا حفظها النووي. تحت الضغط يستخرجون كل سحرهم دفعة واحدة. لا يستجلون النجوم ولا يضربون الودع ولا يسألون عن قارئه الفنجان. ريال مدريد إذا حضر في ساعة شدة حضرت معه شخصيته الديكتاتورية التي جلدت مانشستر سيتي في دقائق لا تنسى. على ملعب الاتحاد السماء ملبدة بالغيوم وحبلى بالغيوم. بين الأمل والألم شعرت معاوية كان على أنشيلوتي وغوارديولا التشبت بها هروبا من جحيم إقصاء مهين في أمجد البطولات. جاء الشوط الأول ليؤكد أن ريال مدريد يشد وثاقه الفني والتكتيكي بوتر الاستطالة النفسية. كان الفريق من الناحية الذهنية يفكر في كيفية تحويل المحنة إلى منحة تنقذ غبار سحابة شك لم تمطر. ظل غوارديولا يتضرع لجزئيات صغيرة تأتيه من خطأ، وقد حدث هذا في هدف هالاند. هدف عكس مجرى التيار لأن فينيسيوس ومبابي وميندي أهدروا فرصا لا تصدق أمام حظ وتعويضة إيدرسون. انسابت الغيول الفنية للاعبي ريال مدريد في الشوط الثاني مثل نهر اجتاز كل طرقات خطوط الست بسلاسة. سيطرة شاملة مع وصول سهل، وبقي الاستعصاء أمام المرمى مشكلة إلى أن وضع كيليان مبابي حدا لكل هذا النزيف بتسجيله لهدف التعادل من تمريرات سيبايوس. ولأن من يقدر عليه أن يتحمل ساعة النحل جاء خطأ آخر من سيبايوس ضد بوتين، ركلة جزاء سجلها هالاند. وعندما تحركت كرامة ريال مدريد ظهرت شخصية البطل. توفي السيتي وقفا تغيير ذكي من كارلو أنشيلوتي أسفر عن تسجيل المنقذ إبراهيم دياز لهدف التعادل. ولم يكن جود بيلينغهام ليرضى من غنيمة الذهاب بتعادل مجحف لذا سارع إلى إطلاق رصاصة الرحمة على السيتي بتسجيل هدف الفوز الثالث من تمريرة فينيسيوس. ريال مدريد إذا قال لها ذو رضارت أليس هو من يأمر المجد فيستجيب عند الشدة.